الراجل كان بيغسل شعره عند آخر النهر، فجأة الشامبو بتاعه سمم السمك الصغير اللي في المية، فحاول يولع نار بإنه يحك عصاية في عصاية. بعد ساعة كاملة لسه معرفش يولعها. في الآخر ولع سيجارة ونام لحد المغرب. بالليل قدر ياكل سمك مشوي، وطلع إن الراجل عايش لوحده في الجزيرة المقفولة دي بقاله 3 أيام من غير أكل. في الليلة دي حمامة أكلت بواقي السمك واتسممت هي كمان، وبكده الراجل خد كمان طير مشوي. يوم من الأيام وهو قاعد على الأرض سرحان، فجأة لقى باكو نودلز كوري بالصلصة السوداء، فتحه ولقي جواه كيس صغير بتاع التوابل. صورة النودلز اللي على الغلاف فتحت نفسه للأكل. قرر إنه لازم ياكل طبق من النودلز دي مهما كان صعب. أول حاجة حفر حفرة في الأرض، بعدين راح يدور على بذور مش مهضومة في فضلات العصافير، وبعد ما لقى البذور بدأ يحرث الأرض وزرع فضلاته في التربة. اشتغل بجهد كل يوم، وبعد 6 شهور أخيراً زرعه وطلع ذرة. ولما الذرة استوى الراجل بدأ يجهز النودلز وهو متحمس. طحن حبوب الذرة لحد ما بقت دقيق، زود مية وعجن العجين، فرد العجينة، قطعها على شكل نودلز. في الآخر نجح إنه يعمل طبق نودلز بإيديه، ولما استووا طلع كيس التوابل اللي كان حافظه. بعد حوالي 200 يوم الراجل أخيراً أكل نودلز الصلصة السوداء. الطعم كان حلو لدرجة إن عينه دمعت وهو بياكل، بس اللي محدش كان متوقعه إن بالليل نزل مطر غزير جداً. السيل شال كل المحصول، وحتى البيت اللي كان عايش فيه من البط اتجرف هو كمان. الصبح بص حواليه على الخراب وهو يائس. فجأة ظهر وراه راجلين كانوا عمال نظافة، وقالوا له لازم تسيب الجزيرة. الراجل بص لهم بعيون مليانة يأس.